ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم طبق مكرونه بالجمبري عظيم 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 بجد. يعني ممكن تشوفوه ان هو بسيط بس طعمه تحفه ما حصلش. هنيجي على الطاسه بتاعتنا، هنحط توم مفروم وهنحط 2 طماطم متقشرين ومتقطعين. اهم حاجه ان الطماطم تكون متقشره. هزود عليها شويه فلفل اسود وهزود عليها شوربة الجمبري. ايه ازاي عملنا شوربة الجمبري؟ بشوية راس جمبري حطينا عليها شوية مية ومكعب ماجي وحطيناهم يغلوا على النار وزودتهم على الثوم والطماطم بتوعي. الحتة ديت بتخلي طعم المكرونة في حتة تانية خالص. هنزل طبعا بصلصة الطماطم اللي عندي اللي هو معجون الطماطم. حطيت حوالي معلقتين كبار وزي ما انتم شايفين هقلبهم كده علشان يسيحوا مع المية. ممكن ازود كمان شويه ميه عادي، يعني مش هتقول لا. وممكن ازود شويه ميه الجمبري اللي هي الشوربه اللي انا عملتها. هحط شويه زعتر صغيرين، مش زعتر بري، زعتر عادي جدا. مش هزود علشان الصلصه بتاعتي ما تمررش. وبعد كده هاجي ازود الجمبري اللي انا قشرته، تبلته بشويه صويا صوص، ما حطيتش ملح، صويا صوص، فلفل اسود وشويه توم باودر وبصل باودر، بس كده. مش هخليهم كتير على النار يغلوا. هزود الجمبري بعد ما الصلصه تتسبك علشان الجمبري ما يبقاش ناشف قوي ويكون طعمه حلو. هسلق المكرونه بتاعتي وهبدا اغرف. صدقوني طعمها تحفه جدا جدا جدا. اللي عايز الشطه طبعا بيزود شطه، دي طبعا حاجه اختياري. فوق الوش كده هحط شويه كمان من الزعتر والشطه عشان انا بحب الاكل مشطشط جدا. وكده بالهنا والشفا خلصت وصفتنا النهارده. سلام.